السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم ولاء احمد ودي قناتي. ان شاء الله النهارده هنعمل القرص المبسوسه الجميله دي الدايبه، حاجه كده من الاخر. هتاكلي احلى لقمه قرص بالطريقه اللي انا هقولك عليها دي. يلا نشوف الجمال والحلاوه دي اتعملت ازاي. قبل ما نبدا كلامنا نسمي الله ونصلي على الرسول. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. عندك كده نص كوبايه من القشطه، وش اللبن، كوباية حليب دافية، كوباية زيت على زبدة أو زيت على سمنة اللي موجودة عندك، معلقتين سكر حلوين كده. وهننخل الدقيق، كيلو دقيق، المكونات دي على كيلو دقيق. نخليه كويس جدا، وبعد كده قلبيه كويس وبسيهم كويس جدا بالطريقة دي. معاكي بقى باكت بيكنج باودر، هناخد منه بس معلقة كبيرة، وباكت خميرة فورية. وقلبي المكونات دي، اعجني كويس جدا. اهم حاجة في المعجنات بتاعتك هتعجني كويس جدا. معلقة زبدة طرية كده بتخلي اللقمة في حتة تانية خالص، بيبقى طعمها جميل جدا. هنعجن بقى تاني. احنا عايزين العجينة بتاعتنا تكون طرية زي ما حضراتكم شايفينها كده. اللي ما عندهوش عجان هيعجن بايديه لغاية لما العجينة توصل معاه بالطريقة اللي هتشوفوها دي. اللي وصل معايا الفيديو لغاية هنا ما ينساش يفعل زر الجرس واشترك في القناة ليوصل لكم كل جديد يا حبايب قلبي. وكده العجينة بتاعتنا ما شاء الله زي ما حضراتكم شايفين كده. هنبدأ بقى نريحها شوية ونبدأ نقطعها، ما تسيبهاش تخمر. هنقطع على طول حجم القرصة اللي تعجبك، عايزاها كبيرة عايزاها صغيرة، دي حاجة ترجع لك انتي. هقطعها معاكم كده وهشكلها، وبعد كده ارجع لكم تاني. شوفوا ما شاء الله ريحة القرصة، ما شاء الله عليه. مكونات موجودة في قلب بيتك، هتعملي تجهزي فطارك وعشاكي مع احلى كوباية نسكافيه او شاي بلبن. ما شاء الله عليها، الله اكبر. دي الكمية. هنبدأ بقى نفردها، حابة تفرديها على كف ايديكي، حابة تفرديها زي ما بعملها كده. اهم حاجة ما تفرديش القرصة على الاخر عشان ما تبقاش رقيقة. دي مش زي القرص الطرية يا جماعة، دي قرص بنش دي قرص بيبقى طعمها دايبة كده وحلوة. جربوها بنفس الطريقة هتعجبكم جدا. ما تنسوش يا جماعة اللايك والاشتراك للقناة وتفعلوا زر الجرس. كده فردنا الكمية بتاعتنا، وده ما شاء الله من كيلو دقيق. احلى قرص هتعمليه. جربيها بس بالطريقة دي وما بتاخدش وقت حاجة. هنركنها حوالي ساعة كده. احنا حاطين عليها البيكنج باودر والخميرة الفورية، فهتخمر معاكي على طول. شوفوا ما شاء الله. هنسخن الفرن على درجة حرارة 200. اهم حاجة الفرن يكون ساخن. هتدخلي القرص بتاعتك ما شاء الله. شوفوا ريحتها جايبة لاخر الشارع، حاجة كده والله من الاخر. شفتوا الجمال والحلاوة؟ سموا الله وصلوا على الرسول عليه افضل الصلاة والسلام. وده كان فيديو النهاردة يا حبايب قلبي، واشوف وشكم على خير ان شاء الله في فيديو جديد. كانت معاكم ولاء احمد من اكلك احلى مع ولاء. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا احلى متابعين، سلام.